ذنب الطلاب لما تمنعوا تعميد الشهائد وتأكيدها من المناطق الشمالية في اليمن. أي ذنبهم؟ يعني أنتم تتركوا الطلاب تتعلم ولا تريد التعليم باليمن ينهار وينتهي تماما؟ أنا معكم أن التعليم بدأ ينحرف بالشمال وكذا، لكن الطالب يدرس بالثانوية مع عقله. لا يمكن أي أحد بيأتي يعبي في عقله. أنا والله لا مناطقي ولا حزبي، حزب الوطن من زمان، لا مؤتمري ولا ناصري ولا إصلاحي ولا رشادي ولا حزب الوطن، لكنكم تمنعوا على الطلاب تعميد الشهائد من المناطق الشرعية كون الوزارة المعترف بها دوليا وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم في عدن المناطق المتحررة بالجنوب، لكنكم تمنعوا على الطلاب تعميد الشهائد الشمال. يعني الطلاب الآن ما عاد بيدرسوا الثانوية. بس حرام والله، قسما بالله انه حرام. انا اتكلم بلسان كل طالب. الآباء يتكلمون يبكون الآن. ابنهم الآن الطالب ثاني ثانوي أول ثانوي يفكر أي جامعة سوف يدخل إليها. كم رسائل تصل عمر بن مختار أخوكم، أي ندخل من تخصص يا عمر، والآن تمنعوا عليهم الدراسة. ما في خلاص، ما في تعميد. يقول لك أنا أدرس يعني وكأنك تدرس بمكان مجهول. عرفت مكان مجهول؟ وكأننا نعود إلى ما قبل 150 سنة، قبل أن يكون هنالك وزارات تربية وتعليم، مناهج، وزارة بحث عالي، وزارة. الآن تريدون أن نعود إلى ذلك الزمن. يعني الطلاب الآن لا يدرسوا خلاص، يغتربوا ولا ماذا؟ الأطباء، المعلمين، المهندسين، المزارعين، الدكاترة البيطريين، الأطباء، هذا كلهم مرهون بالتعليم. أنا أتكلم بلسان كل طالب. أنا أتكلم، أنا لست سياسي ولا أتكلم بالسياسة، وليس لي أي باع بالسياسة، حتى وإن كنت أفقه فيها، عفوا على الغلط اللغوي. فالطلاب الآن هذه أنا أريد من كل طالب أنه يناشد. فنحن معنا حكومة حفظها الله موقرة، فنحن نعترف بشيء شرعي.